الآية اللي وردت في خروج أول إصحاح 13: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم إنه لي. هل معنى هذه الآية إن الله يفضل الابن البكر على باقي الناس؟ هو زمان كان في الكهنوت اللي قبل الكهنوت الهاروني كان الأبكار هم اللي بياخدوا الكهنوت وياخدوا 2 من الميراث ويرثوا الأب في حاجات كتير. لكن هذه المسألة استبدلت بالكهنوت الهاروني من عهد موسى النبي، لما ربنا أخذ بني هارون بدل الأبكار. فدي كانت فترة، بس فترة الآباء البطاركة، وكان الابن البكر بيرث الكهنوت وله 2 من نصيب أبيه، وكان الابن البكر هو اللي يأتي منه المسيح. في الكلام للآباء البطاركة القدام اللي يسبقوا عصر موسى النبي. فطبعا كان الابن البكر مفضل من هذه الناحية، من ناحية الكهنوت. لكن لم يستمر هذا الأمر، بدليل ان الكهنوت الهاروني من أولاد هارون. هارون لم يكن هو البكر من أولاد يعقوب، وسبط الملك اللي هو سبط يهوذا اللي جه منه المسيح ما كانش هو البكر، يعني كانت لفترة محددة وانتهت. حتى يوسف الصديق اللي سجد له اخوته ما كانش البكر، وكان صغير عنه. ويعقوب أب الآباء كانت البركة اللي أخذها: كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. ويعقوب اتولد بعد عيسو، كان ماسك في عقبه كده. دي حكاية أخذت فترة من الزمن وانتهت، وأصبح حكاية البكورية رمز أكثر منها حرفية.